السلام عليكم اخوتي الرجاويين في قناه رجا نيوز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بلا ما نبقى نطول عليكم بزاف غندخل نيشان في التفاصيل اللي كنتمنى منكم انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو كما عودتوني من قبل. دابا الخوت غنبدا معكم بالقضيه ديال بنزا اللي غنقول لكم الخوت بخصوص بنزا. اللعاب مطروح فقط، يعني ما كاينش معاه مفاوضات نهائيا حاليا، اللعاب غير مطروح عليهم فقط. هو كيبقى من الخيارات اللي مطروحه على فريق الرجاء الرياضي، ولكن ما كاينش معاه مفاوضات نهائيا. وغير باش نقول لكم في مركز ديال المهاجم راه كيتفاوضوا مع واحد المهاجم افريقي كما كنت قلت لكم فيديوهات اللي قبل، باقي ما وصلوش اتفاق نهائي، كيتفاوضوا. غنشوفوا واش غينجحوا معاه ولا لا. في حاله فشلت المفاوضات مع المهاجم الافريقي راه كاين واحد المهاجم اوروبي غيدوزوا ليه نيشان. المهم الخوت خلونا اراء ديالكم في الكومونتير. دابا حاليا هما كيتفاوضوا مع مهاجم افريقي، ومبينزا كيبقى خيارات اللي مطروحه عليهم حتى هو. المهم غنمشي دابا نهضر لكم على الجناح كونغولي الي مبانزو، الجناح اللي كيلعب في سيمبا. خوش بزاف ديال الباجات والصفحات قال لك ان الرجاء كتفاوض مع الي مبانزو ومع الفريق ديالو، وانا كنكذب لكم هادشي وكنقول لكم ان الرجاء ما كتفاوضش معاه نهائيا. راه الخوت كاينين شي باجات غير كيشيروا في الاسماء وكيربطوا شي اسماء بالرجاء، وشفت انا بزاف ديال الباجات كيربطوا 100 اسم بالرجاء غير ما عندهم ما يدار كيربطوا الاسماء بالرجاء. المهم الخوت انا اكدت لكم هذا الخبر وقلت لكم ان ما كاينش معاه مفاوضات الجناح نهائيا، مجرد اشاعه غير كيروجوا هذا الاسم. المهم خلونا اراء ديالكم في الكومونتير. غندوز دابا ندوي لكم على الجناح اللي كان كيلعب في نهضه بركان، عماد الرياحي. خوش بالنسبه لعماد الرياحي دابا راه ليبر، واللي بغيت نوضح لكم انه راه الوكيل ديالو هو اللي عرض الخدمات ديالو على الرجاء، ماشي الرجاء اللي بغات تمشي تفاوض معاه، لا الوكيل ديالو هو اللي طرح الاسم ديالو على الرجاء. واللي وصلني حاليا ان اللاعب غالبا غيمشي لحسنيه اكادير. هادشي اللي وصلني حاليا بخصوص هذا اللاعب، وغالبا غنقول لكم انه غيمشي لحسنيه اكادير. وراه كما كنت قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل ان الرجاء وقفوا المفاوضات مع الاجنحه، كانوا كيتفاوضوا مع جناح مغربي وافريقي، ودابا حاليا مفاوضات واقفه في المركز ديال الاجنحه، كيركزوا على باقي المراكز. نقدر نقول لكم انه شي كملوا المراكز اللي عندهم عاد غيدوزوا المركز ديال الجناح، والله اعلم. المهم خلونا اراء ديالكم في لي كومونتير. غنمشي ندوي دابا بخصوص امين صوان. خوش بالنسبه لامين صوان راه الرجاء عطاو 200 مليون الفتح، ولكن الفتح رفضات العرض، هما باغيين فيه 400 مليون باش يبيعوا لك اللاعب. واللي غنقول لكم حاليا وباقي عند كلمتي انه كاع المؤشرات اللي وصلتني ايجابيه، وبالنسبه كبيره غادي نحسموا هاد الصفقه ديال صوان، حيت داكشي اللي عطاو الرجاء في المره الثانيه قريب بزاف من داكشي اللي باغا الفتح. ولكن انا شخصيا ما كنثقش في المكتب ديال الرجاء وحتى في المكتب ديال الفتح. غنفكركم غير في العام الماضي صفقه ايوب مولوع فاش فهموا على كل شيء، بقى غير اللاعب يجي الاكاديميه جورسيلو، في الاخر تخاصموا على شي لعيبه اللي كانت في البنك، صدقات الصفقه تلغات. حاليا خوش ما غنتسرعش، ولكن اللي وصلني انه كاين مؤشرات ايجابيه. المهم خلونا اراء ديالكم في لي كومونتير. غندوز دابا ندوي لكم على الحسيني اللي سولتوني عليه بزاف. خوش بالنسبه للحسيني راه باقي ما كاين حتى شي جديد كيخص اللاعب، اللي كنت قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل راه باقي دابا. قلت لكم انه المدير الرياضي هو اللي غيحسم مصير هذه الصفقه، واش اللاعب غيجي الرجاء ولا لا. وانا ما عرفتش كيفاش باقيين معطلين في هذه الصفقه. هادشي اللي كاين حاليا، باقي ما كاين حتى شي جديد. المهم الا كان شي جديد كيخص حسيني راه نقولها لكم. دابا غنمشي ندوي على كتيبه. الخوت بالنسبه للكتيبه راه كنت قلت لكم في فيديوهات اللي قبل ان الرجاء قدموا عرض كيتناسب مع امكانيات ديال اللاعب، ولكن الاقارب ديالو باغيين يمشي يحترف خارج اوروبا، وحاليا عنده عرض من قرطبه الاسباني. واللي بغيت نقول لكم انه المدير الرياضي بدا كيبعد على هذه الصفقه، حيت شاف اللاعب ما باغيش اصلا يجي يلعب في الرجاء، باغي يمشي لاوروبا، وكيناقش حاليا وكيفضل العرض ديال الاسباني، وبدا المدير الرياضي كيبعد على الصفقه. المهم خلونا اراء ديالكم في لي كومونتير. الخوت غنمشي دابا ندوي على بانون. بغيت نعطي رايي بخصوص الموضوع ديال بانون. دابا كيفاش هما خارجين لينا بالغ في السياسه ديال التشبيب، يعني اي لاعب عنده 30 سنه وما فوق ما يبقاش في الرجاء. وبالنسبه للخفيفي باش ما يكذب عليكم حتى شي واحد، ماشي بغاو يصيفطوه بداعي التشبيب، لا ما قدروش يجدوا ليه، مع ذلك ان اللاعب هبط من المطالب ديالو، مع ذلك ما قدروش يجدوا ليه باش ما يكذبوش عليكم ويغمقوا عليكم بالسياسه ديال التشبيب. واخ انت بغيتي تمشي بالسياسه ديال التشبيب متفقين معك، صيفطتي خفيفي عميد ديال الفريق، كنعتبروا ركيزه ديال الفريق، يعني خاصك تصيفط حتى بانون. ما تجيش تقنعني ان بانون غيبقى في الرجاء. بانون راه حتى هو عنده فايت 30 سنه، يعني كيفاش نتايا باغي تخلي بانون في الرجاء؟ خص يكون العدل، صيفطتي خفيفه غتصيفط حتى بانون. دابا كيفاش اخوت؟ انا ما فهمتش هادشي. راه بانون خاص يمشي من الرجاء، ما بقاش يعطي، ما عنده ما يعطي في الرجاء اخوت.
ما فهمتش انا والله ما فهمتش. المهم خلونا الاراء ديالكم في لي كومونتير. غنمشي ندوي لكم دابا على المركز ديال الظهير ايسر. سولتوني واش ما كيفكروش في شي ظهير ايسر. خوت راه قلت لكم انه كيفكروا في ظهير ايسر، واصلا النبي غير مقتنع بخماس، ولكن الا ما لقاوش البديل ديال خماس راه غيكون منيب هو البديل ديال قنيديل. هادشي اللي وصلني بخصوص هذا المركز. المهم خلونا الاراء ديالكم في الكومونتير. وهنايا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. وما تنساوش معكم ديك لايك وبارطاج الفيديو مع صحابكم باش يوصل لجميع الرجاويين. واش نتوما ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير، وضروري تخليو لهاد القناه ابوني تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وراه درت لكم هذا الفيديو باش تعرفوا جميع المستجدات ديال الرجاء الرياضي اللي حصريه وموثوقه، والا كان شي جديد غندير فيديو ان شاء الله. وديما راجع.